ويا هلا وغلا بحبوا بيتي وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخر فيديو عملته معاكم كان غالبا في رمضان. وبس بقى عارفين لو دخلت بقى على العيد وما بعد العيد ده طول قوي، يعني حاسه ان انا لسه ما فوقتش من روتين رمضان. دخلنا على روتين العيد وبعد كده روتين ما بعد العيد. حاسه ان انا لسه ما فوقتش، بس قلت لأ، يلا يلا نتشجع بقى عشان عايزة أعمل تحضيرات للأسبوع. وده لأن لو في تحضيرات للأكل، للفطار، للغدا، للسناك، فبحس كده إن أنا عندي وقت أكبر في اليوم إن أنا أنجز حاجات أكتر. والفترة دي يا جماعة أنا شغالة على الديجيتال ارت، فلو حد مهتم اكتبولي في الكومنت عشان بجد بجد حاسه ان انا مبسوطه. اتس اوكي، انا بحب الرسم طبعا وكده، بس اول مره كنت اجرب الديجيتال ارت، فحاسه ان انا مبسوطه جدا الحمد لله. واحساس مختلف ما بين حد بيمسك الخامات بايده والالوان والورق وكده، وما بين ان انتوا ترسموا ديجيتال ارت. بس على فكره هم عاملين حاجه جامده جدا، ان انتوا بتسمعوا صوت القلم كانه بيلون. فده بيحسسكوا يعني شوية ان انتوا بتلونوا على ارض الواقع، ولكن الحقيقة ان في امكانيات كتيرة جدا جدا. لو حد مهتم بالديجيتال ارت استنوا الاكاونت هينزل عليه كل التفاصيل. المهم، زي ما قلت لكم بقى ان انا قررت اعمل التحضيرات، فجبت مج جديد عشان بحس كده بنفسيتي بتتجدد بالمج الجديد. ودخلت بقى اعمل عصير واحطه في التلاجة، بحيث ان اي حد عايز يشرب عصير او انا شخصيا يعني الموضوع يكون بسيط وسهل. واكيد التجهيزات للاسبوع بتاعتي غير بتاعتكم، ولكن ممكن نكون متشابهين في حاجات كتير. يعني انا دايما بحس على السوشيال ميديا ان في ناس شبهي كتير وانا شبه ناس كتير، فاحنا بناخد افكار من بعض. طبعا الموضوع بيختلف انتي بتشتغلي ايه وعندك كام بيبي، او ان انتي لسه بتدرسي اصلا وما اتجوزتيش. يعني الموضوع بيختلف على حسب انتي يومك فاضي قد ايه، وانتي ماشية على نظام مثلا معين في الاكل. بصوا التفاصيل بتاع تجهيزات الأسبوع في العموم مختلفة طبعا من حد للتاني، ولكن المهم ان يكون عندك تجهيزات للأسبوع للشهر. يعني دي حاجة بتوفر عليكي وقت اكتر لو انت كمان بتشتغلي، فالفطار مش هياخد منك وقت، وطبعا هيبقى اكيد تجهيزات مختلفة اكتر. افتكر وانا في الكليه كنت بحب اصحى بدري عشان اروح الجيم قبل ما انزل الكليه، فما كانش عندي وقت قوي ان انا كمان اصحى اعمل الفطار. فكنت ببقى مجهزه برضو للاسبوع كده، كنت بعمل سندوتشات مجرد ان انا اصحى من النوم احطها في التوستر. هي وكان زمان كمان الكوفي كنا بنعمل لها تفريزات لو تفتكروا الموضوع ده. فما كانتش الكوفي بتاخد مني وقت ولا الساندوتشات، وبنزل اروح الجيم واكل وبعد كده اروح لكليتي. وعايزه اقول لكم والله ان ده احلى روتين ونفسي ارجعه تاني، ان انا اصحى من بدري انزل ابتدي اليوم بالجيم، بعد كده بقى نشوف ايه اليوم بيقول ايه او ايه الحاجات اللي وراكي. وبعد كده بقى دخلت اعمل البانكيك. يا جماعه انا بعشق البانكيك وبحبه جدا، وبحبه كمان اللي هو يعني بانكيك كريب كده، اللي هو اقدر ان انا احط فيه حوادق، فاهمين؟ مش بحط سكر كتير عشان اللي عايز مثلا يحط حاجة نوتيلا جواه او كده. انا برضه هعمل معاكم النوتيلا في البيت وصحية كتير يا جماعة، عن لو انتوا جبتوها من بره طبعا. يعني مش هتكلم على المواد الحافظة بس بقى هتكلم على الزيوت المهدرجة اللي بتبقى موجودة جواها. فيا جماعة ليه يعني احنا بنحاول نظبط اكلنا على قد ما نقدر. بس كده. المهم، وعملت لي بقى بيض والافوكادو، وده كان كده كان فطاري. ويعني الحمد لله كنت مبسوطة جدا جدا الحمد لله. وعايزة اقول لكم على حاجة، انا لما ببعد عن الاير فراير شوية وما بعملش حاجات في الاير فراير بحس ان طعم الاكل غريب. بس بمجرد ان انا ارجع تاني استخدم الاير فراير واحط فيها البطاطس واحط فيها الاكل واعمل فيها الاكل في العموم، بحس ان انا خلاص خدت على الطعم والطعم جميل جدا. وبل بالعكس لو كلت بطاطس مقليه بعدها او بانيه متحمر في الزيت بحس ان الطعم غريب يعني. فهو على حسب انتي بتعودي نفسك على ايه. المهم بقى قلت يلا بقى نعمل التوست، عشان بالنسبة لي التوست في البيت من الحاجات اللي بجد بجد بتنفعني. وبحس يا جماعة ان انا لو خدت مثلا ساندوتش واحد انا بحس ان انا شبعانة.
التوست الجاهز بيحسسني احساس ان انا لسه جعانه. لو كلت نص التوست غالبا انا هبقى يعني يا دوبك شبعت كده. فيا جماعه التوست البيتي اللي بالدقيق الطبيعي بتاعنا، اللي ما فيهوش اي محسنات لا طعم ولا الحاجات دي كلها، لا بيحسسك بالشبع وبتاخدي كميه بسيطه منه. بس حتى لو انت تستخدمي حتى دقيق الابيض يعني. المهم طبعا طريقتي في التوست معروفه، يعني بجد ما فيش حد جرب الطريقة دي إلا ونجحت معاه، ومحدش دق عندي التوست إلا وقال لي انت ازاي عاملاه في البيت أصلا. فالحمد لله الحمد لله أي حد هيجرب طريقتي هتنجح معاه من أول مرة، حتى لو انتوا عمركم ما عملتوا توست قبل كده. بس المهم بقى دخلت اعمل الغدا، وزي ما انتوا عارفين انا لا اعتمد تفريزات ولكن اعتمد على طريقة ان انا لو بعمل مثلا بانيه، فخلاص انا كيلو البانيه اللي قدامي ده انا هعمله بقى تفريزات سريعة. يعني جزء هخليه صدور مثلا مشوية، جزء هقطعه قطع صغيرة اعمل شوربة اعمل شاورما. المهم ان التفريزات بتاعتي لازم تكون سريعة، وما بحطش طبعا تتبيلات. لو انا رايقة شويتين هحط، بس انا بصراحة ما كنتش رايقة. انا بقولكم بحاول اتعود على الروتين الجديد اللي هو اليوم العادي من غير رمضان ومن غير العيد، والواحد خد ريست في العيد كده كبير. فشوية شوية ان شاء الله كده هناخد على الاجواء الجديدة. المهم انا بحب اجيب البانيه واقطعه في البيت عشان احس وانا باكل البانيه كده انا باكل فراخ مش باكل فيجيتار، يعني فاهمين. بس ودخلت بقى اعمل النوتيلا والتوست، وده كان هيكون اخر حاجه في اليوم اصلا. وبصراحه عملت حركه جديده، ان انا حطيت السكر يتكرمل الاول وبعد كده كسترته وحطيته مع البندق. يا جماعه اضاف لي طعم خطير. وبس كده لحد هنا يكون الفلوج بتاعنا خلص. ولو انتوا بتحبوا تتفرجوا على الفلوجات بتاعتي وعايزين تشوفوني تاني، متنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، واشوفكم في فلوج جديد. سلام.